استني لحظة كده. قبل ما تكملي الفيديو خليني اسألك سؤال صريح شوية. هو انتي فعلا بتتغيري ولا بس بتفكري كتير بتأجليه؟ عارفة اصعب حاجة ايه؟ انك تحسي انك عايزة تبقي احسن، بس كل يوم بيعدي وانتي واقفة في مكانك. والاصعب انك تبصي للناس وتحسي انهم سبقوكي وانتي لسه بتحاولي تفهمي نفسك اصلا. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها، اللي كل الناس اللي وصلت دي عدت بنفس المراحل اللي انتي مريتي بيها. مرحلة كانت تايهة فيها، بتشك في نفسها، بتحاول من غير اي نتيجة واضحة. والمرحلة دي ممكن تكون انتي فيها دلوقتي. خليني احكيلك عن بنت مش مختلفة عنك في حاجة، ولا كانت اقوى ولا اذكى، بس كان عندها احساس واحد بس، انها مش راضية عن نفسها. كانت كل يوم بتصحى تقول هبدأ، وبتنام وهي حاسة انها معملتش اي حاجة. كانت كل يوم تصحى تمسك الفون بتاعها وتشوف حياة الناس وانجازاتهم وتحس انها متأخرة، وتقفل تاني وهي مضغوطة اكتر. لحد ليلة كده كانت قاعدة لوحدها مع نفسها، سألت نفسها لأول مرة بصدق، هو أنا مستنية ايه؟ السؤال ده هزها، مش علشان الإجابة كانت واضحة، لكن علشان مفيش إجابة أصلا. من هنا بدأت القصة، مش بداية كبيرة ولا قرار ضخم، بدأت بحاجات صغيرة جدا. صحيت بدري نص ساعة، قرأت صفحتين وقالت كفاية النهاردة. اليوم اللي بعده قررت نفس الحكاية، وبعده قررت، وهكذا. بس مش كل الأيام كانت كده، في أيام كتير كسلت، رجعت اللي عدتها القديمة تاني وضيعت وقتها. وكان صوت جواها بيقول انتي مش هتتغيري. وهنا كان الفرق الحقيقي. المرة دي ما صدقتش الصوت ده، رجعت تاني، حتى وهي مش مقتنعة، حتى وهي تعبانة. محدش كان شايف ده، محدش كان بيشجعها، محدش حتى كان عارف هي بتعمل ايه. بس هي كانت عارفة انها بتحاول تبني نفسها. ومع الوقت بدأت تلاحظ حاجات صغيرة، بقت اهدى، بقت بتفكر قبل ما تتصرف، بقت تقول لا لحاجات كانت زمان بتقبلها. بس برضو مفيش نجاح واضح، مفيش حاجة تتباهى بيها. وده كان بيخليها تسأل نفسها، وانا بتغير فعلا ولا واقفة مكاني؟ بس الحقيقة ايوه، هي كانت بتتغير، بس من جواها، زي الزرع، الجذور بتكبر تحت الارض محدش شايفها. وبعد فترة حصل موقف بسيط خالص، نفس الموقف اللي كان زمان بتنهار فيه، بس المرة دي وقفت وفكرت وردت بهدوء. وهنا بس فهمت انها اتغيرت، مش فجأة ولا يوم وليلة، لكن يوم ورا يوم في صمت من غير ما حد يشوفها. علشان كده لو انت دلوقتي في نفس المرحلة، مرحلة اللخبطة، التعب، الشك، متزهقيش. انت مش واقفة مكانك، انت بتتبني واحدة واحدة. كل يوم بتكملي فيه حتى لو انجازات صغيرة بيقربك اكتر من نفسك. افتكري، البنت دي ما كانتش مميزة، الفرق الوحيد انها ما وقفتش، كملت. انت كمان ممكن تعملي كده، خطوة صغيرة بعدها خطوة لحد ما توصلي، وساعتها هتبصي لنفسك وتقولي انا بقيت حد تاني خالص.